طوبة ورقة مقص، طوبة ورقة مقص، طوبة ورقة مقص، طوبة. اهلا بكم في الموسم الرابع من اطلب واتمنى ما طلبات. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. رمضان كريم يا جماعه. في الموسم ده مش زي الموسم اللي فات بقى، ليه؟ لان احنا مش بننافس بعض، احنا بنحاول نقنع بعض علشان نعمل قايمه حلوه كده الناس تروح تاكل القايمه دي من طلبات. كل واحد فيهم هيختار بلد واكله ونوع الاكله وكل الكلام ده علشان نحكم هنرتب فين في القايمه. وانتوا الاثنين ليكوا راي، ولكن انا رايي برضو بيبقى اعلى لان انا قاعده في النص. انت رايك الاهم عشان انت قاعده في النص. رايي الفاصل، ولكن لو انت عجبك حاجه من هناك ما تبقاش طب معقول. انا بقول انتوا اللي ما بتقولوش. في الحلقتين كمان. اللي فاتوا قعدتوا تختاروا حاجات انتوا مش مقتنعين هي بيها. مالك فيها كانت عنيده جدا. احنا هنجرب الاكل مع بعضينا، وفي نهايه الحلقه هنعمل قايمه باحسن 10 اطباق اكلناهم ثرو اوت الحلقات. دي الحلقه الاخيره واحنا كده للاسف هنسيبكم بعد الحلقه دي. ان شاء الله نشوفكم تاني، بس هنسيبكم ب10 اكلات ان شاء الله. 10 اكلات حلوين. اللي مش هيعجبكم ممكن يكون طبق اختاروا ملك او اتش، لان انا ذوقي لا ولا عليه. انت جايب ايه بقى؟ ازاي هنعمل موسم كامل من غير ما نطلب اكل ايطالي؟ فجبت لك بقى اكل ايطالي من سابوري. الله، انا بحبه. سابوري ده انا كنت بقعد اقول عليه الهيدن جيم لحد ما الناس كلها اكتشفته، فانا متعصب شويه لا، مش بس hidden مبسوط gem. لهم لان هو حلو قوي. هو مش هيدن جيم خالص بس تمام. لا وانا كنت عايش في الزمالك، هو بقى كان هيدن جيم بالنسبه لي. طب اتحفنا واتمنى تطلب الحاجات اللي انا بحبها. انا مش هقول لك انا بحب ايه. انا طالب اكل من الخليج، واو. من على بحر الخليج انا من عند خليج العقبه بالظبط. وانت جاي من الغردقه، اكل فيه الميكس ما بين البروتين والكارب، اللي هو كل الاكل الخليجي. لبلد عزيزه على قلبي يا شاعر. انا طالب اكل كويتي واو. من بالكويت. ثانيه ايوه، في مطعم انا هموت واجربه. هل هو مجابيس. مجابيس. عشت فتره في الكويت، اعرف كل الاكلات الكويتي. فانت المره دي عارف انت طلبت ايه؟ النهارده زي لاول الحلقة بتاعت مره الهند. ده اعتراف للبرنامج، انا اول مره اعرف انا باكل ايه. انا ما بحبش الهزار على الفطار، فاللي هيجيب لي حاجه مش عجباني هتجنن. 1 2. واو. دايما بيحطها في وشي بيضيع من عليها، بياخد من الاير تايم بتاعي قدام الكاميرا. معانا اول طبق اسمه جرب وادعيلي علشان يحمسنا للاطباق اللي جايه. اوكي، مين بقى فيكم اللي هيجرب الاول؟ على فكره معلش لحظه، في حد كتب في الكومنتس ان الطوبه ما بتزحلقش الورقه. شكرا لكل حد بعت لي ريل يا معين كده الله. في اللي هو فكره ان مفيش حاجه اسمها ان هتعمل كده بتزحلق الطوبه. ما هي طوبه صغيره. ما هو ده بقى اغرب قويه، تقول لك الطوبه تكسر المقص والمقص يتزحلق، طب المهم ان هي تكسب في الاخر، فده غريب جدا. ارمي عليا طوبه. طوبه قرب اصلا ما بنرميش. استني، امال ايه؟ ايه زحلقت الطوبه وقعت كسبت. ده لا، ايه ده يعني ايه أنا الورقه مش بتزحلق مبسوطة. الطوبه؟ يا جماعه ساعدونا. انا عارف ان لا كلاينت طايق اللي احنا بنعمله ده، طلبات مش مهتمه ابدا. طب ورا مصر بتحصل ازاي؟ بس دي اخر حلقه واحنا هنخلص السيزون مش عارفين ليه الورقه بتكسب الطوبه. العبوا والغوا الطوبه، العبوا من غير طوبه. هنلعب بورق مقص بس. ازازه ميه. لا مخلوقه. انتوا هتلعبوا طوبه ورا مقص ماشي. عادي. 1 2 3. طوبه ورق ازازه ميه. ماشي، المقص كسب عشان ازازه الميه هو هيخرمها. الاكله الاولى يلا. ابيتايزر كويتي، محشي كويتي. اكيد طعم المحشي مختلف عن المحشي المصري. انا بحبك عشان انا مهم جدا على الفطار ان انا اكل سمبوسك، ففكره ان انت اخترت تجيب سمبوسك من هناك دي حاجه بجد. انت سمبوسك ولا انا سمبوسك؟ سمبوسك. ماشي، طب ما تتكلموش معايا بقى اخر اليوم. انت سمبوسه؟ سمبوسه يا جماعه، هي واحده سمبوسه. سمبوسه. هو احنا هنخلص الموضوع ده امتى؟ تعالى ما نتكلمش في الموضوع ده. بالظبط. خلاص الموضوع انتهى. كنسلوا الموضوع ده. عندنا في البيت بنقول سمبوسك اصلا. دي سمبوسك كويتي. فين الزبادي دي كده نقطه؟ لا ايه ده؟ مش طيب. يا ابن اللعيبه. لا. اسم الطبق ده ايه على المنيو يا اتش؟ ميكس مجابيس. ايه دي دبس رمان. دبس رمان. لا بقى كده. لا ده حلو مود، احلى من اليالانجي. انت هنا لو ما خلتنيش اعمل دي هتخسر. انتوا لحمه ولا جبنه؟ انا اللي معايا جبنه. انا عندي خضار. ماما كانت بتعملها لي بجبنه مطبوخه برضه، واحنا عايشين في السعوديه. واضح ان الخلايجه بيحبوها بالجبنه المطبوخه. في مصر بنعملها بالجبنه البيضاء. ثانيه واحده، يعني ايه جبنه مطبوخه؟ اللي هي النستو. ليه سمينا الجبنه النستو جبنه مطبوخه؟ جبنه مطبوخه عشان ما اقولش البراند. كل سنه وانتم طيبين. جبنه مطبوخه. هي الجبنه النستو. مفيش نستو. مين بيقول نستو؟ انت بتقول نستو؟ كنت وانا صغير كنا بنقول نعملها. كل سنه وانتم طيبين.
حبيبي الف لك سندوتش نستو. كنا بنفرد العيش اللي هو الطويل ده ونحط النستو ونقعد نلفه كده. تروحي بقى المدرسه معاكي عيش قد كده اللي هو الصاج بقى، بس من غير الادوات يعني. كانت الامهات يعني اللي هو يلا بقى يلا، هو شكله فن لذيذ، خد العصايه دي روح كلها. الحقيقه انا ما باكلش جبنه نستو خالص، ما باكلش غير نوعين بس من الجبنه في حياتي، هي الجبنه الرومي والتركي في اسكندريه اللي هو بيقولوها جبنه تركي. بنتكلم شعب مصر دلوقتي، بنتكلم الناس كلها دلوقتي، بكلم كل حد بلغته. بيقولوا عليها في الصعيد جبنه. انت بتبروموت فخر الدلتا هنا. انا مش عامل صعيدي، مش عارف. انا بقى جايب ان احنا نجرب وادعي لي ده ابيتايزر، فجبت لكم ارانشيني. ارانشيني ده شبه اللي هو الجلاب جابوني اللي هو كان في اول حلقه بس على كبير. ده رز وحواليه كرة جبنه كده. المواطن الايطالي اصلا دايما بيبدا يومه بالبرانشيني. ارانشيني جايه من اراشانه. الارانشيني ايوه، يعني تفتكر ملك وتجيبه. هل جواه الجبنه الكوره دي؟ لا البراطه اللي مش بتحبيها لا. فاكره لما انت قلتي انا باكل كل حاجه وطلعتي عينينا في اول حلقه؟ طب انا باكل كل حاجه بجد. ما البراطه قعدتي اللي هو دي براطه ما باكلهاش، دي الحاجه ده رز الوحيدة. بالخلطه ما باكلوش. لا انا ما بحبش الرز، بس انا هجرب. انا ما بحبش الرز، انا ضد الرز، انا عيش حبيبي. طب ما ورق عنب كان فيه رز. لا ده خلاص فاهمك. كل سنه وانتم طيبين. ارانشيني، لا اختيارهم للاسماء هايل بصراحه. ارانشيني ازاي؟ بيبقى ماسكها كده ارانشيني. في محلات بتاعت ارانشيني بس، خش بقى تجيب ارانشيني بقى بالجبنه، ارانشيني بالمشروم. انا مره وقفت على عربيه ارانشيني بيقلي فيها كده. 2 ارانشيني ومخلل، 3 ارانشيني وفلفل. بقول لك ايه؟ بص هناك كده وعد لحد 10. اغمض؟ جربي بقى حته الارانشيني دي من ايديا. خلاص استنى بس، انت عد لحد 30 عشان بيرشيني. ده انا مديكي زبادي ده بالنعناع. انا من رايي ان مفيش اي حاجه هتقدر تغطي المحشي اللي انا اكلته. الكويت 1 روما 0. لا انا اختار ارانشيني. انا ما بحبش الرز وانت قررت برضو تجيب لي رز. ما انا نسيت. بالظبط. بس ده سمبوسك ورق عنب بناكله من اول الشهر، فانا مش فاهم. لا طعمه مختلف جدا، وانت اصلا قعدت يعني فلاش باك عليه وهو لا يا اديتور ما تعملش فلاش باك عليا. كان بيعمل كده، مش عارف ليه حد بياكل المحشي بيعمل كده. ميكس مجابيس. تحيه لمجابيس يا جماعه. لو عايزين تجربوا بقى الاطباق اللي احنا بناكلها دي، ما تنسوش تنزلوا ابلكيشن طلبات وتستخدموا برومو كود اللي على الشاشه عشان تاخدوا 100 جنيه خصم على اول اوردر ليكم. الطبق التاني هو اكتشاف جديد. اوكي اعملوا مع بعض طوبه ورا مقص من غير ما حد فيكم يفتح بقه ويقول حاجه على الطوبه ورا مقص. فيلم الاولى ازازه يا رسائل الله. البحر. رسائل البحر مخنوقه منكم طوبه ورقه ازازه مقص. ميه. ده ايه دي بقى؟ ماشي اتش اللي هيبتدي. اتش اللي هيبتدي. جايب لنا ايه يا اتش؟ شنو هاد يا ريال؟ ماشي هقول لكم جمله كويتي وتقول لي معناها ايه. جبت ديايه من اليمعيه وحطيتها بالثلاجه. جبت فرخه من السوبر ماركت وحطيتها في الثلاجه. ما اروعك. بيقولوا على الفراخ يايا؟ بيقولوا على الفراخ يايا وعلى اللحمه صافي. ايه مش قوي كده يعني. من السكشن الهندي في مجابيس. لهم كمان اكل كويتي وكمان اكل هندي. مش عايز اشوف رز. الهند كلها رز. طب افتح ورينا الحبشتكنات. دياي ولا لحم؟ دياي 65 مش دياي عادي، وهنعرف دلوقتي ليه 65. 65 عشان محتاج 65 رجل عشان يخلص الطبق ده. عشان هو لازم يتطبخ على درجة حرارة 65 يتساب 4 ساعات. ده مئوية ولا فahrenheit؟ هي فahrenheit دي اللي هو في الفرن يعني؟ في الفرن اسمه فahrenheit. يا ربي بقى يا ربي، نيوتن بيتقلب في قبره. عايزة تعرفي ايه هو الفahrenheit؟ ده الفرن اللي هو الغاز. بس لو كهرباء بيبقى عادي، بس لو فahrenheit يبقى غاز. صعبتي عليا وعشان كده كل شويه بيكبر. مش عارف المره الجايه اخش عليكي بزبادي عامل ازاي. دياي 65. ممكن تجربوا بالزبادي. هي دي اللحمه اللي بيقولوا عليها. مستعدين؟ حاجه جديده بقى. بلاش معجنات. هنا بلاش رز وهنا بلاش ما معجنات. تسيبي البرنامج ده. معجنات. لا ابتسمي يا اما خليها بالاي اي. ايوه. باليرمو ساندوتش. عمركم فتحتوا انستجرام كده بصيتوا على الناس اللي هي بتروح ايطاليا تجيب السندوتشات اياها دي؟
هو بقى عندنا في مصر في سابوري ادوق اخد عايزة يعني المحروق الصغير ده ايه جواه؟ ايه محتوياته؟ محتوياته في فراخ؟ في فراخ. اللي عنده ده ساند رايد توميتوز. باليرمو ولا عزاء لوليد مغازي. حاسس ان انا سامع مزيكه جاد فازر في الخلفيه. انت عارف ان جاد فاتر اتكتب بعد ما الكاتب خد قطمه من سندوتش البلد. طب انا عارفه انا هدي البوينت لمين؟ ليه بسرعه كده؟ قصدي يعني فكري. يحيى الصدز. ايه الساندوتش ده حلو. بيلا تشاو بيلا تشاو. مجابيس بتاعت الابيتايزر ومعانا هنا باليرمو. دلوقتي انتوا هتلعبوا طوبة ورقة مقص من غير نقاش ومن غير كلام علشان واحد فيكم يسحب ورقة تغير مسار اللعبة. طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. بتستعبطوا. طوبه ورقه مقص. طوبه. لا انتوا بتستعبطوا. طب انا اللعبة هلعب له باسمه. هو انا عيان؟ يلا. طوبة ورقة مقص. طب ايه طوبة بقى؟ ورقة طب مقص. في ايه؟ مع السلامه. ده انا كده فكرت. هو الكروت دي عشان ايه؟ نعمل ايه؟ عشان نشوف ايه اللي هيحصل في الكارت. يلا. بيقول لك ايه؟ هتاكل الطبق وانت عينك متغمضة. يا الله. عارف طبعا انت هتلبس البتاع ازاي؟ عشان انت بتلبسها كده عندك تجاعيد مترهله. لا تمشي كده ودان وتمشي كده خدود. لا انت هي ناقص كده خدود؟ صح. هو صح انت غير. برضو انت اقتنعت بيه؟ مين كسب؟ لحظة واحدة اشوف. انما ما انا بقى الحركة دي بقى تخليني بص. يلا 1 2 3. انتوا تعادل. ايه كسبت. انت كسبت فعلا. يا بنتي ما انا للأسف. شايف اهو عينيا اهي. للأسف. ايوه انا شايف. طب يلا. بجد كسب؟ يا ابني انت ما احنا شايفين. ايه الطبق اللي انت جبته يا يحيى الصدزي؟ طبق راقي. ازاي هنروح ايطاليا؟ هل احنا هنروح ايطاليا عند سابوري بالذات من غير ما ناكل في باستا. شارع محمد مظهر الزمالك؟ واو. ومش هناكل باستا بس بقى ايه، احنا هنا ايه في هذا ذوقي صح؟ انا بقى ذوقي عكس كل الناس. لو الناس كلها بتجيب مكرونه بولونيز ولا لازانيا ولا مكرونه بشاميل، انا هجيب ايه؟ كربونارا. كربونارا. ما هي محتويات الكربونارا؟ محتويات الكربونارا هو صوص الكربونارا ده نزل صوص طبق. ابيض زي ما انتم شايفين يا جماعه. صوص ابيض اهو عليه اسمه ايه ده، معمول بالبيض. وده بقى اللي محدش عارفه ان الصوص اللي قدامنا ده معمول ده فيه بالبيض. بيض. كويس ان انت قلت لي. بس مش هتحسي بطعم البيض، هو عشان يديله بس ايه حركه يعني. لحظة اتش. وزي ما انت شايفه برضو في الطبق هتلاقي فوق هنا في الحته دي شويه هو ازاي بيتكلم بثقه كده؟ عشان هو بقول لك راح هناك. وبصي بقى بعد اذنك هتجيبي المعلقه هتحطيها، هتجيبي شوكه وتقعدي تقلبي الشوكه جواها، تعملي زي حته كده على بعضها وتحطيها في اطباق. ماشي. كربونارا. قول كربونارا كده تاني. كربونارا. انت مش لابس البتاع. كربونارا. صوته شايف. كربونارا. قولها كده. كربونارا. كربونارا. ارانشيني. أنا... طب ما تديني الشوكه يا ملك بالله عليك. ابتدوا. ملك قابلت واحد ما بيمشيش في الشارع. قوم اتحرك، ساعد نفسك. عدي الشارع انت. مش قادر تقوم، مش قادر تقف على رجلك. العربيات ماشيه بالراحه، عدي. ماشي دي شوكه. يلا دوق. انا بدوق اهو بدوق. فين المعلقه؟ اهي. بصي بقى هنعمل ازاي. خلي بالكوا عشان ده فوتوتشيني. ايه ده؟ بالراحه عشان ده فوتوتشيني، مش عايزين لك هو واسع. بسم الله. انا بقى في ناموسه، بس في ناموسه. ايه حاجه قرصتك؟ انا مش طالبها كده. ايه اللي حصل؟ لسه ما مالك دقتش. يا انا لسه ما دقتش. ايه اللي حصل؟ مالك يا ابني؟ انا مش طالبها كده. في حاجه في الاستوديو ما حلوه اهي. ايوه عليها المكرونه بتاعتك. كل مكونات المكرونه. طب يا ولد امسك يا اتش. انا لا مظبوطه. يا انت بتأفور يا في هبل بقى. مظبوطه جدا. الطبق بتاعي مش مظبوط ليه؟ مالك في ايه؟ مالك انت ايه اللي جرى؟ يا سو. طب ليه يا ملك؟ اشمعنى يعني؟ على فكره هتعملي نفس الحاجه في طبقه، اتفقنا؟ ايه نفس الحاجه؟ سلمي عليا. طب ممكن تقول انت حاسس بايه؟ استنى هغرف لك ثانيه واحده. امسك يا حبيبي. فين؟ مد ايدك كده قدامك. ده اللي انتوا بتعملوه ده ملوش لازمه. انت صوتك طلع فوق، انت رحتي فين؟
انت رحتي فين فعلا؟ ملك اتش هديك حاضر هحط لك تاني. طب انت دقتيها؟ لا انا دقت. جميلك حلوه؟ ها حلوه ها؟ حلوه يا حطيت لك ملك؟ تاني حلوه. يا بنتي والله ما هتحسي بطعم البيض. يلا بقى دوقيها. دقتها والله حلوه، والله العظيم حلوه جدا. انا عرفت فيها ايه؟ ايه؟ روز بيف. اتش هو انت لما اكلت كانش عندك ايه؟ سبايسي؟ ما خفيف كده. لا بجد والله كان عندك سبايسي؟ والله حاجه كده لا تذكر يعني. طالب ايه يا اتش؟ طالب الاكله اللي تطلبها وانت مغمض عادي. إيه بقى؟ متشبوس لحم. هتقولي رز؟ متشبوس في ايه؟ لا 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 مخنوقه. ليه؟ لا مخنوقه. بيطلع لها فيديوهات الرز بيتكلم. ما تسيبينيش في الثلاجه. لو سبتني في الثلاجه هموت. انا ما بتحطش جنب البصل. انا والبصل بنمسك في بعض. مش بتروح عند ابو طارق مثلا؟ ده خروف ده خروف. ده بقى ربع ده؟ مندي. طب ما انا ما بحبش. مندي؟ لا ده مشبوس. انا باكل كل حاجه. يلا نرجع لاول جمله قالتها في اول حلقه. طب انا باكل كل حاجه بجد. طب انا باكل كل حاجه. اللحمه عشان بس عندي مشاكل، عايزه حته ما فيهاش جلد او سمين او لزلزه. طب العظم عادي؟ لا كوارع عايز بقى لحمه بس. بيعملوا كوارع. لحمه بس. وانا كمان. اهي لحمه بس. مع ان المشبوس ما يبقاش حلو الا لما يبقى فيه الفاتس دي، فاهم قصدي؟ ما ايوه يا اتش فعلا. يبقى المشبوس حلاوته دي. النفر لحم مضبي ولا مندي؟ نفر اصلا. هو ده نفر صح؟ ده نفر دوت. ده نفر. ده نفر. ده نفر على قد نفر برضه. ده حنيذ ولا ده ايه ده؟ لا مش حنيذ خالص. يلا كله. ربنا ما يوليكي على حد مش عارف يساعد نفسه. لحظه بقى شيلوا ايديكم كده، احط بس الصوص. لا الصوص لا. يا عم ده بتاع اللي فات السحاوي. سحاوق. لا بقول لك ايه، كانوا قايلين لنا في الكومنتس نطق حاجه تانية. سحاوج. اكتبوا لنا في الكومنتس تاني يا جماعه كنتوا كاتبين ايه في اول حلقه. بالراحه بالراحه، ما هو عمر ما السرعه هتخليك تاكل صح. انا حاسس في حاجه بستقلك. لا في عظم. طب ما انا طبيعي. ما انا مش بعرف اكلها كده. طب ما هو معلش ما فيش حد يقطع لك. اعتبري نفسك امي. لا يا وقطع لك. حبيبي لا يا قطعي لي حبيبي، حتة. قطع لنفسك. انا ما قطعش غير اللي هو بيه. انت ايه يعني كاتبه تعهد لمروان مسلماني بس اللي تقطعي له؟ هو امير بس يا حبيبي اللي قطع له. يعني هو امير لو شافك بتقطعي لي هيتعارك معايا؟ لا بس انا مجهودي ما بحطوش غير ليه. ممكن تاكلوها كده، امسكها من العظم. مستحيل اعمل الحركه دي. بس هو دي موزه؟ انا يا عايز جماعه انا ما بعرفش اكل الحاجات دي. ليه انت عايز بانيه؟ عايز بفتيك. يلا كل. الحته دي فيها. لا ايه الكلام؟ حلوه شفت؟ افورت. لذيذة. انت بتاكل يا يحيى؟ والله كلت حته اهي بايه؟ بايديا زي ما الكوايته بياكلوه. افتح يا بقك قول لنا ايه دي. قول لنا ايه دي. ممكن افتح تدينا هتفتح واحده بقك ولا مقرعة؟ هتمسك؟ امسك اهو. كل بقى بسرعه خرقتني. هي دي اللقمه. فيها 3 حبات رز وكلها شطه. ده تشيلي يا حبيبي، ده مش رز، ده تشيلي. ايه يا احنا برنامج الاخبار؟ اكل والله ما دقنا حاجه في الحلقه. بقالنا نص الحلقه ما بناكلش حاجه. والله. تشكر بقى الرز ده. افتح بقك. طيب انا جاهز اصوت. خد حته كمان. لا انا خلاص كويس كده. ده خد الحته دي عشان تخلص طبقك. يلا تتحكمي فيها اكتر من كده. يلا اهي. لا مش بصدقك. يلا. انا حاسس ان شفايفي. لا ايه اللي بيحصل؟ انت ماسك البتاع، انت كنت ماسك اللحمه. طب وايه المشكله؟ ما هو بيضربني. باللحمه؟ ايوه. موتني. اقتلني. انا عايز اتربى. طب شيل الموضوع. شيل. اشيل ايه؟ انت خلاص اعتدت على عدم الشوايه. اشيل. انا بس حاسس ان شفايفي ورمت، تقريبا كلت حاجه مش المفروض اكلها. ادي تقييمي للمكرونه من غير يحيى. مكرونه حلو قوي. انت انت متاكده؟ انت ايه؟ لا طبعا يا جماعه ده مشبوس؟ طبعا. انا اختار المكرونه. المكرونه. اذا هذه الجوله ليه؟ وقبل ما نخش على الفقره اللي جايه، ما تنسوش تجاوبوا على سؤال الحلقه علشان تكسبوا 1000 جنيه كريدت على محفظتك في طلبات. سؤال الحلقة بيقول: هل الورقة بتزحلق الطوبة ولا الورقة بتغطي على الطوبة؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتس. ألف مبروك للكسبان معانا من الحلقة اللي فاتت 1000 جنيه كريدت على رصيد محفظته في طلبات. هنخش على الفقره اللي جايه، احسن ختام.
كل واحد جايب لنا حلو، ايه بقى الموضوع؟ لا قبل الحلو معلش، الراجل اللي انت اكلتيه نص طن شطه ده محتاج نبلع بقى. اتمنى ده ما يبقاش فيه لبن لان انا عندي حساسيه من اللبن. انا باكل كل حاجه. انا عندي حساسيه من اللبن. بس ده مش لبن، ده لبن بالنعناع. النعناع ده لبن رايب. بيحارب الحساسيه. وبعدين ده لبن رايب، ولكن بما ان النهارده انا معايا مطعم كويتي، فاللبن في الكويت معناه رايب. رايب، والحليب هو مع اللبن اللي انت اللبن عندك اللي- منه حساسيه. لا 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 انا عارف مخنوقه. عارف يجيبها لي. ده ختام هو مسك حلو، يعني المفروض نحلي. انت ليه جايب لنا لبن؟ يساعد على عمري الهضم. ما شفتك اشرب في ايدك لبن رايب، يعني انت عندك حساسيه من اللبن. اتفضل. واو على التقل. حاسس بلخبطه قوي. الله على التقل، بس اول مره اشوف طب ليه مش لبن صوبيا رايب واحنا في رمضان كده؟ جواه يعني تلج. انا عارف مصلحتك، السوبيا عشان فيها سكر هتتقلك، انما ده عشان فيه نعناع فممكن بقى ايه، ممكن نطلب اكل تاني ناكل تاني. بيتشرب بيفرش بيعمل هنا حاجه في الفك. اللي انت قلتيه ده خلاني مش عايز اجربه. والله العظيم. طب اشرب، ولو ما حصلكش المزه اللي في الفك دي تبقى انت بتشربش لبن رايب. بينزل بيتفرش بيعمل حاجه كده في الفك. ويتوغل ويتسرب. لا بس كده مستحيل تديها فرصه، مستحيل. عملت بوم عملت بوم. عملت هنا عملت ايه؟ رطبت. عملت هنا حاجه. عملت هنا، انا اصلا قاري انت ضرسي. عايز بس البوينت. يا جماعه والله العظيم الرايب بيعمل حاجه هنا في الفك. دي حقيقه. بتحلوا بايه في رمضان؟ كنافه عثمانيه بالكريمه. بلح الشام وبقلاوه. فلو واحد وانت- فيكم انت جايب ايه؟ بلح ايه ده؟ الشام وبقلاوه ما بحبوش. لقيمات. ايه ده؟ لقمه القاضي؟ لقيمات. انا ما بحبش الزلابيه. يعني لو واحده هتبقى لقمه القاضي؟ لا لا، دي كلها لقيمات. ما بحبش الزلابيه. بتاكلي ايه؟ انت بتاكلي ناجتس. قلت لك احنا بقلاوه. هنجيبك في برنامج تحكمي على الناجت. بقلاوه وبلح الشام وتراميسو. تراميسو ماشي. مش تراميسو قوي برضو يعني عشان طب لو هو اهدي، اسلكي 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 يس. طب ممكن واحده لقيمه؟ انا بس هقول لكم حاجه، حاولوا شموا معايا بس ريحتها في الاول. ريحتها تجنن. خدي دي اللي بالسكر. ده اخد الصغيره اللي بالعسل. بتعملي ايه؟ واحد. بتقري عليها؟ واحد، اتنين. يلا. واحد اتنين لقيمات. في جدتك يا عز الناس. بس ده مش نبيل شعيب. مش ليا انا ما بحبش. طب خدي بقى واحده ثانيه. خطيره. ما حلوه قوي. على فكره هضربك، دي لقمه القاضي. هقول لكم الفرق بقى. الفرق ان هنا الزلابيه اللي احنا بنعملها بالعسل والشوكولاته والوايت شوكليت تلت وتلت وتلت. ده الاوردر بتاعي يعني. دي بقى معموله بالحبهان والهيل، عشان كده ده مش موجود في الزلابيه المصريه. الهيل ده للحلو للحادق مش الحلو. الهيل والفهرنهايت نفس العيله. ده تراميسو. بس انا عندي حساسيه من الفراوله. انا باكل كل حاجه. ما عدا الحساسيات، الفراوله والموز والمشمش ومشتقاته مشتقات المشمش. واللبن. برقوق. متخيله عند الدكتور مالك عايزك تبعدي عن المشمش ومشتقاته. بتكشف في فرغلي. بص هديله في حته الفراوله كلها ويبعدها عنك ابعدي يا فراوله. انت عارف انها بتفوق؟ عشان فيها قهوه. والقهوه فيها ايه؟ كافيين. دي حلوه جدا. حلوه جدا. انا بحب التيراميسو اللي الكريمه فيها اكتر من الكيكه. صوتنا. صوتنا. انا اقول لقيمات. تراميسو. لقيمات. تراميسو من غير يحيى. لقيمات. ليه من غير يحيى؟ كده هو كده. بصراحه انا عجباني قوي دي، جديده عليا وحلوه، ولكن التيراميسو الحلوه مش في كل حته، لان في كافيهات كتيره بتقعد تعمل تيراميسو تحبطنا، لكن التيراميسو من مكان ايطالي بيعمل اكل ايطالي لازم نسقف لها. التيراميسو دي تكسب. الاطباق اللي طلعت معانا النهارده في الحلقه، اول فقره اخدنا المهاريس. مجابيس. مجاريس. مجابيس. مجابيس. مجابيس بتاعت مجابيس. وبعد كده اخدنا الباليرمو بتاعت يحيى، وبعد كده الباستا بتاعت يحيى، وبعد كده التراميسو بتاعت يحيى. واو ايه ده اكتساح. احنا هنشيل ايه؟ هنشيل طبق. انا اقول اني اشيل الساندوتش. باليرمو. ده انا قاطع طياره. ده انا حجزت. طب انت تصوت على مين يطلع من عندك؟ من الاربعه؟ قول. لا اللي كسبوا النهارده. يا باستا يا ساندوتش يا تراميسو. انا ماليش في الحلو قوي فانا اشيل التراميسو. يبقى كده 2 تراميسو، انت مالكش راي، احنا شلنا تراميسو يا أنا ماليش جماعه. رأي. معانا الباليرمو والباستا. يبقى الباستا كاربونارا والباليرمو ساندويتش هنجيبهم من سابوري. لما نحب نجيب ابيتايزر تحفه هنجيبه من مجابيس واسمه ميكس مجابيس. دلوقتي في شهر رمضان الكريم لو دخلت على طلبات مارت هتقدر تطلب اطباق
حلويات تجي لك لحد البيت وتعزم بيها على حبايبك، وحاول تبقى ذكي زيي وتجيب حاجه ما تستخدمش اطباق كتير عشان ما تتبهدلش بعدين. الاطباق اللي كسبت الحلقه دي الاطباق اللي كسبت الحلقه دي: ميكس مجابيس، باستا، كاربونارا، بيلارمو. باليرمو. دول الثلاثه بتوع الحلقه الثلاثه دي. بتوع الحلقه بتاعتي كانوا تشاري تشيكن، لسه بفكر فيه لحد دلوقتي، مزة بيروت عشان التبوله اللي فيها تمر ولا يعني الكوبيبه اللي فيها يا لهوي، صنوبر، كان فيها صنوبر. المكسرات الغاليه اللي بتحبها دي. أيوة. احنا حلينا بالكنافه النابلسيه. الثلاثه اللي كسبوا في الحلقه بتاعتي كانت فونجي سوب مع البوراتا سالاد، صح؟ بوراتا سالاد، سوشي دو اللي هو تاكل سوشي في ساندوتش، تاكوسان وروبي دارك شوكليت. من اوفيو. احنا كان معانا السنه دي تمارا واوفيو وتاكوسان مجابيس سابوري إنديا جيت. انديا جيت. بنقول علشان احنا محتاجين نختار 10 نختم بيهم الموسم ده. ايوه. ايه الطبق اللي انت فاكراه وما كسبش عايزين نحطه هنا نتفق عليه؟ انا عشان هو لسه طعمه في بقي دقاي 65. موافق. انت ما بتفكرش ايه موافقة. الكسل اللي انتوا فيه ده؟ انا متمسكه باخر طبق احنا اكلناه النهارده اللي اللي هو ال 360 ايه الكفته الحلبي بتاعت كفتة؟ بتاعت تمارا. كفته. دي الكفته. ما انا ما باكلش كفته. ما انت اتبسطتي يوميها. ما انا باكلش زبادي. بس كانت حلوه قوي، احنا خلصناها يا طب جماعه هقول كلنا. على حاجه دافع عن طبقك. ده كان حلو اللي كلنا منه. دقايق 65. دقايق ده انتوا 65. خلصتوه، ده انتوا خلصتوه. والكفته بتاعت تمارا خلصناها. لا ما هو ما انتوا بيحبش خلصتوه. الزبادي وانا ما بحبش الكفته. دقايق 65 مالك بتقول. وانا اتش بيقول دقايق 65. تاكوس بتاع التاكوسان، فاكرين؟ تاكوسان. التاكو ده كان حلو. كان خطير، وكان فيه 3 انواع، كان فيه الجمبري والفراخ واللحمه. طيب هنقول 1 2 3 كل واحد يقول. 1 2 3 دقايق تاكوس 65. تاكوسان ايه؟ ماشي، دجاج 65 كان حلو. الطبق العاشر هو دقايق 65. من مجابيس. تحيه كبيره يا جماعه لمجابيس. دي المطاعم اللي كانت معانا الموسم ده، اتبسطنا جدا. ان شاء الله تجربوها كلها وتعجبكم، ولو في حاجه شايفين انها كانت حلوه كان المفروض تخش في التوب 10 دول. لو لا اختلاف في الاراء لا بره تلقى. اتخانقوا معانا في الكومنتس، احنا مش هنرد لان احنا خلاص اخترنا. هنبقى قاعدين بنشرب لبن رايب بالنعناع في حته مش مركزين. بس كمان يا يحيى خليني اضيف ان انا بحب اشكر كل طبق شارك معانا في ال3 حلقات دول، وبوجه لهم رساله: لو انت كطبق ما وصلتش للمرحله النهائيه ما تزعلش، حاول تاني، اشتغل على نفسك، خش الحله وارجع. هتيجي معانا ان شاء الله في التصفيات الجديده. وشكرا جدا، وده كان وقت هذا التريو معاكم. اطلب واتمنى مع طلبات. طلبات. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. نفسي يضلموا الاضاءه كده واحنا قاعدين يلا زي يلا يلا اطفوا الاضواء. قنوات، نفضل نتكلم كده اللي هو نقول حاجات ولا وانت يا ملوكه عامله ايه؟ انت رحت في انهي خيمه السنه انت دي؟ فين يا ابني؟ انهي خيمه رحتها انا عند في احمد رمضان؟ سعد، مطرح ما احمد سعد يروح انا اروح. مبروك المسلسل الجديد، الله يبارك تحفة. فيك. افخر بتتفرج على هم فخر اكيد الدلتا. بيزهقوا وهم بيعملوا الحركه دي، صح؟ بيعملوا دي فتحت الأكل بالظبط ونمشي. اللي هو. يا هيوحشني البرنامج ده، هيوحشني الاكل ببلاش.